بيقولوا يا شادي ان مش شامبليون هو اللي فك رموز حجر رشيد، مظبوط الكلام ده؟ لا خالص، هو الموضوع مش كده. هو كان في كاهن اسمه يوحنا الشفتشي. ده كان كاهن مسيحي ارثوذكسي او قبطي ارثوذكسي، وشفتشي دي معناها بتاع الذهب او السائغ يعني، تاجر دهب. تاجر ذهب. فالكاهن او القسيس يوحنا الشفتشي كان بطبيعه الحال ان الكنيسه المصريه القبطيه هي كنيسه تتحدث او جواها صلوات لغايه يومنا هذا حتى بالقبطي. فيوحنا الشفتشي كان ترجمان شغال مع كليبر، مترجم يعني. مترجم، كان مترجم بيتكلم فرنش. فيوحنا الشفتشي علم شامبليون ازاي يقرا وازاي يتكلم ويقرا قبطي. ولما قارن بين اللهجات واللغات على حاجه بالحجر الرشيد، كان مكتوب ب3 لغات اللي هي الهيروغليفيه والديموطيقيه واليونانيه. قارن بينها وبين اللهجه القبطيه اللي هو اتعلمها، قدر يفك رموز حجر قدر الرشيد. يوصل للهجه المصريه القديمه او اللغه المصريه القديمه الهيروغليفي.